اليوم نسافروا للغرب الجزائري بالضبط لالا مغنية ونحضروا كيف مطلع بونارين اللي يجي كي الخفاف من قوة اللي خفيف. جيبوا لي جفنة وزيدوا لي فرينة ماما ولا تي 45 هي اللي توالم وصفتنا نغربلها باش نهويها. مغرفة الخميرة ضرورية والسكر اختيارية، خلطة خفيفة وحوالي 800 مليلتر ما دافي. كأول خطوة راح نشمخو ونلمو ونخليه يرتاح نصف ساعة، نرجع ليه ونحط له نص مغرفة كبيرة ملح اللي نحلحلها في شويه تاع الماء ونزيد السانوج. رايحه نخدمو كي الخفاف وندرب ونخبط فيه باش نهويه. قوام عجينتنا لازم يكون يتلاصق ومن داك نشمخ يدي راح ياخذ لي من 5 ل 8 دقائق. تاع الخبيط كي بدا ينبل ويرجع يبري ويدير الوجه نعرف باللي خدا حقه في الضرب. بعد ما دهنت سطحه بالزيت وخليته يخمر 40 دقيقه هذه هي النتيجه. نكسر له الخمور ونقرص 3 خبزات نلوزهم ونرمدهم في السميد رطب فوق الورق ولا طرشونه. راح نخبزهم ونخليهم يرتاحوا مدة 20 دقيقة. وعلاش يسموه خبز بونارين؟ خاطر شي يطيب على نار الطابونة من تحت وعلى نار الكوشة من الفوق. الطاجين لازم يكون سخون ولازم نغطوه بسنيوه، لازم تكون كبيره وعاليه باش ما تلامس، ونبقى نتفقدوا الاحمر من التحت. مباشره نرفد هذاك الطاجين ونديه للكوشه اللي تكون شعله غير من الفوق وسخونه. تم يتنفخ ويحمر وهذه هي النتيجه. يترعد وخفيف ريشه. جربوه ومدوا لي رايكم. سلام.